بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا صباح الفل عليكم حبايب قلبي، يا صباح السعادة. ايه الجمال ده يا ولاد، ايه النشاط ده، يا صباح العسل، يا صباح الفل. حطوا لايك للفيديو، الكومنتات بتاعتكم بقى الجميلة اللي بتسعدنا. ويلا يا حبايب قلبي، الجو النهاردة يا ولاد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يخليكي تجري كده انت عايز. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. احنا صيف ما احنا مستحملينه، شتاء ما احنا مستحملينه. في الفترة ديت الجو النهاردة، اليوم النهاردة بصراحة بصراحة يخليكي تقومي تتشجعي. فيما ان بقى النهاردة الشمس حلوة والشمس زي الفل، قلنا نعمل البلكونة بتاعتنا النهاردة وننضفها. ما عملتهاش من زمان معاكم وما نضفتهاش معاكم. قلت يا بنتي يا زهري ما بدهاش بقى النهارده، الجو يخلي الواحد يتشجع. ولو وراكي شغل ايه تعمليه، والله هتجري جري 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 يا ولاد. الدفع عفا طبعا، الدفع عفا. احنا الجو عندنا الايام دي يعني الحمد لله الحمد لله حلو. يا رب تفضل كمان يومين ثلاثه كده عشان ننضف كل حاجه ونرجع بنشاطنا ونرجع بالطاقه الحلوه بتاعتنا. قلت له قوم يا يوسف، قال لي في ايه يا ماما؟ قلت له قوم يا يوسف، في ايه يا ماما؟ انت ما عادش وراك الا انا ولا ايه يا ماما؟ قلت له هعمل ايه يا ابني، ما انا اللي اقدر عليك دلوقتي. هنعمل ايه؟ قلت له تعالى نمسك البلكونه بتاعتنا النهارده ننضفها ونخليها زي الفل. جبت المقشه بتاعتي ويلا حتتك بتتك كده على البلكونه. مسكت الضلفه بتاعت البلكونه بتاعت الشباك من جوه، من بره نضفتها، ومسكت البلكونه من بره ومن جوه. وهمسك البلكونه دي خليها زي الفل. انت واد يا يوسف كنت بتصور عامل ايه في السلك ولا جاي على الكاميرا؟ ده انت هتتضرب حته علقه في فتله على الكاميرا يوسف وانت ماسك التليفون بايدك كده، هو ينفع؟ يلا يا جماعه الخير ما تدقوش على الحته اللي جايه في الكاميرا ديت. انا مش عارفه الواد يوسف كان في ايدك ايه يا ابني؟ ده الكاميرا ده انت ماسكها في ايدك. يلا ما يجراش حاجه. فالمهم يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين اهو، انا عايزه اعتمد على نفسي واصور لوحدي. امال ايه، امال ايه. يوسف ما عادش له الا النص الترم ده، له الترم ده بس. وبعد كده حبايب قلبي هيخش ثانويه عامه، وبعد كده بقى هيبقى بيذاكر ويروح دراسته ومحدش هيبقى معايا. فعايزه اعتمد على نفسي. مسكت الشباك بره نضفته وخليته زي الفل، ومسكت الشيش بتاعي البلكونه خليته زي القمر وزي العسل وزي الفل. والله العظيم انا كنت مبسوطه انا كنت قاعده على فكره، انا كنت قاعده مكسله ماسكه التليفون وقاعده مكسله. قمت من دي يا يوسف في ايه يا ماما راح تعملي ايه؟ قلت له لا يا يوسف ده الجو النهارده حلو، واحنا النهارده ننتهز الفرصه بقى يا ابني ونتنشط ونخلي الدنيا. خليت البلكونه قمر، شايفين اللمعان، شايفين الحلاوه، شايفين الجو اللي زي الفل يا ولاد. قلت له يوسف كده وهبقول لك الشمس اللي ايه اللي جوزها بيحبها الشمس بتطلع لها. ربنا يخليك ليا يا ابو محمد يا حبيب قلبي يا ابو محمد. احلى عبد الحمولي يا اولاد في الدنيا كلها، واحلى المص بذمتكم كده، احلى المص وعبد الحمولي. نخش بقى يا اولاد كده، نخش بقى على البلكونه ننضفها برضو من جوه نخليها زي الفل. انا بصراحه من ايام ما انا عملت البيت ونضفت البيت والروتينات من بعد ما احنا فرشنا البيت بقى، بصراحه انا كسلت اعملها. كنت متكله بقى ان انا ايه جايبه البيت من تحت ومن فوق وكل حته في البيت كنت منضفاها وغسلاها ومخليه البيت كده زي الفل. فقلت يا زاهية انت اتهديت الفترة اللي فاتت في التنظيف وفي المسح وفي الكنس وشغل العمال، ريحي بس. الله والله العظيم لقيت الجو النهاردة كده حلو، قلت لا قومي يا بنتي يا زاهية، الصالون ده من النهار ما احنا جبناه ومن بعد ما كنت غيرت معاكم السجادة ورجعت بدلتها ما عملتش فيه حاجة بصراحة، ولا نفضته ولا نفضت الشبابيك ولا حاجه. احنا عندنا الجو يعني ايه بيجي تناتير ميه خفيفه كده، فما بيكونش التراب عالي قوي، فما بيكونش التراب ايه مبهدل الدنيا زي الصيف. قلت لا لا كده ما ينفعش، نمسك الصالون بتاعنا ده يخليه زي الفل. بما ان احنا مسكنا اوض الولاد خليناها زي العسل ونضفناها وخليناها زي الفل وقشطه 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 وقشطه. قلت بقى بما ان كده نمسك برضو، انتوا عارفين غرفه النوم بتاعتي انا بنضفها ما بظهرهاش معاكم، فده كده انا كده كده بنضفها ما بستناش لها تصوير فبنضفها. فقلت لا الصالون بصراحه جبت وانا كنت بصلي وببص كده لقيت عليه وبره خفيفه كده، قلت لا كده ما ينفعش. بس شور عليا، هل اجيب كسوه للصالون ولا اسيبه زي ما هو ولا اجيب له ايه؟ قولوا له كده في التعليقات، اجيب له كسوه يا ولاد ولا افصل له كسوه ولا اسيبه زي ما هو ولا اعمل فيه ايه؟ هو كده كده اصلا ما فيش عليه هرس، لا حد بيهرس عليه ولا حاجه، بس لما حد بيقعد عليه من الولاد ببقى ماسكه قلبي بايدي اقسم بالله، ببقى ماسكه قلبي كده كده ماسكه بايدي. ليه يا زاهيه ليه في ايه يا اخت الله اكبر؟ اكمنه فاتح. هو احلى حاجه فيه ان هو فاتح طبعا، وبدي اضاءه حلوه وبدي شكل حلو وتحفه بصراحه.
هنا يوسف بقى كان واخد الشلت ديت وكان رايح فين يطلعها في الصاله. قلت له لا احطها فين؟ في البلكونه. تمام. احنا طبعا مسكنا البلكونه نظفناها بقول له خليها في البلكونه ما تدخلهاش جوه. فمسكت الشباك برضو نفضته من بره ومن جوه وخليته زي الفل، والشمس كانت طالعه يا ولاد عسل تخليكي تهدي البيت بصراحه وتبنيه. فانا قلت بقى بما ان احنا نظفنا الاوض بتاعه الولاد وخليناها زي الفل، قلت الصالون كمان بالمره انفضه وخليه زي العسل. مسكت الشباك نظفته وخلته زي الفل، والدنيا عندي والله العظيم هي يعني عشان الواحد ايده فيها على طول فالمكان نظيف وزي العسل. بس برضو بجيلك احساس حلو كده لما تنظفي وتلمعي تحس ان البيت بتاعك نظيف. هبدأ بقى ايه كده، نفضنا الشباك ونفضنا باب البلكونه، ده اصعب حاجه عشان بيبقى فيهم تراب شويه. فهنبدأ بقى ننظف ايه، ننظف. انا النهارده انتوا مش ملاحظين حاجه؟ انتوا مش ملاحظين حاجه؟ اللي ملاحظ حاجه يقول لي قبل ما اقول لكم. قبل الملاحظه يا ريت يا ريت كده لو عندكم قوه ملاحظه تقولوا له انتوا لاحظتوا ايه يا ولاد. اهو مسكت بقى زي ما انتوا شايفين بقى، امسك الكنب والترابيزه والكراسي كده خلاها زي الفل. كان عليها هب ورفيع كده طبيعي، من الباب بتفتح، من تراب، من عفر، من اي حاجه، فطبيعي هتلاقي الحاجات دي. يوسف ابني بقى استقوى عليا، بقول له هي ولا بتستقوى عليا لو انت بتشتري الترابيزه؟ كانت الحاجات اللي على الترابيزه دي هتتكسر. وهي برضو غلط مني ان انا ما اشتلتهاش وانا قبل ما اشتري الترابيزه، بس قدر الله مش فعل وما حصلش حاجه الحمد لله، جت سليمه وقدرنا نعالج الموقف في وقته. فاحنا هنا هنوسع لنفسنا كده. هتشتري السجاده يا زي والله ما انا قادره ان انا اشتري السجاده. فانا هعمل ايه، هسحب الكنبه الناحيه دي وهسحب الكرسي ده الناحيه دي، وهنجيبها اخلي يوسف يجيب المكنسه ونكنسها وننضفها ونخليها زي الفل. وبرضه نمسح ايه بقى، اعصرها كويس ونضفها وهاتها لي. همسح بقى مكان الكنب ومكان الكرسي واخليه زي الفل. انت هتقولي ما اشتلتش السجاده ليه زي؟ مش قادره بصراحه ان انا اشتغلها. هو مفيش تراب كتير ومفيش عفره كتير ومفيش بهدله كتير، فانا نفضت كده وان شاء الله هكنسها بالمكنسه ويكون معاكم زي الفل برضو زي العسل. عايزه تشتري السجاده قبل ما تنفضي، لو انت عندك السجاد واسع والمكان واسع والسجاد مش محطوط على كنبه، مش محطوط على كرسي، مش محطوط على حاجه وخاليه، ممكن تشتريها بسرعه كده وتشتريها وتحطيها. بس انا عندي السجادة كبيرة ومحطوطة تحت الكنب ومحطوطة تحت الكراسي، وبصراحة هد بجد والله. فأنا قلت لا هي كده كده الموضوع مش مستاهل ده كله والمكان نضيف وزي الفل. هنشغل المكنسة عليها والدنيا هتبقى ماشية وتبقى زي العسل. أنا هنا جبت بقى الفتالة مسحت ورا الكنبة كلها ومكان الترابيزة وكل حاجه زي ما انتم شايفين اهوت. هنرجع بقى، قلت ليوسف تعالى اشتغل معايا الكنبه، نرجعها مكانها ونرجع كل حاجه مكانها ونخليها زي الفل اهو. قولوا لي بقى في التعليقات حبايب قلبي، احط زي ما انا قلت لكم، احط اجيب لها كسوه للصالون ولا اجيب لها ايه، ولا اسيبه زي ما هو كده، ولا شوروا عليا؟ شوروا عليا يا ولاد، شوروا عليا يا رب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب. حط لايك يا قمر للفيديو وصلى على النبي في التعليقات، وقولوا لي ايه رايكم في الروتينات بتاعي. انتوا بتشجعوني والله العظيم، بتشجع. وهتقولي يا زاهيه انت مالك بتسجلي لنا صوت؟ هقول لكم برضو تاني وتالت يا حبايب قلبي، انا الفتره دي هبطانه جدا، يعني فتره هبطانه وعامله تحاليل، والنهارده باذن واحد احد يعني هروح اعمل تحاليل، لان انتوا كتير منكم قلتوا لي يا زهيه روحي اكشفي، روحي اهتمي بنفسك، انت شكلك متغير، انت فيكي حاجه، شوفوا صحتك، انت ناقصك فيتامينات، انت عايزه مقويات. بصراحه فعلا انت عندكم حق في كل الكلام اللي انتوا بتقولوه، انا فعلا تعبانه جدا. والواحد احيانا بيضغط على نفسه وبيضغط على نفسه في الشغل وبيضغط على نفسه في الروتين، علشان زي ما انتوا برضو عارفين دي قناتنا ودي اكل عيشنا وده شغلنا ودي حياتنا، فلازم غصب عنك انت بتضغطي على نفسك في حاجات كتير. بس انا المشكله عندي ما فيش عندي طاقه، ليه مش عارفه، طاقه ما فيش يعني. على طول حاسه ان انا عايزه انام، على طول حاسه ان انا عينيا مقفله، ضوافر ايديا بتتقصف، شعر بينزل، ارهاق، مش بعرف انام كويس، تفكير، كل ده بأثر على الصحه طبعا وبأثر على النفسيه طبعا، كل ده مأثر عليا. فابو محمد كان عنده الدكتور بيكشف على يوسف لان رجله برضو تعباه، والدكتور قال له يعمل تحاليل برضو سرعه ترسيب ومش عارف يعني
في يعني الحمد لله الحمد لله، احنا ما بنطلعش نشتكي وما بنطلعش نقول حاجة. بيبقى فينا كتير وتعبانين كتير، بس ما بنطلعش نقول ليه، لان المتابع مش داخل عاوز يفرح وعاوز يتبسط وعاوز يشوف محتوى حلو. هو بيهرب من حياته ويهرب من الدنيا كلها، وبخش اليوتيوب علشان يتبسط وعلشان يشوف حاجة كويسة. فمش بحب اقول انا فيا وفيا وفيا وفيا. وحتى انتوا حبايبي لما قلتوا لي يا زاهية انت تعبانه وكشفي وانت فيكي وفيكي وفيكي، انا فعلا بقول لكم لا، ده انا حلوه، ده انا ما فيش حاجه، ده انا كويسه، ده انا زي الفل، بس فعلا انا تعبانه فعلا. وحاسه فعلا ان انا عندي نقص فيتامينات، لان انا ما باكلش كويس يعني، ومش بنام كويس. وطبعا الضغط النفسي اللي احنا شايفينه ده كله بيأثر، وطبعا شغلك وبهدله شغلك برضو بيأثر. فالنهارده باذن واحد احد ابو محمد برضو لما كان عنده الدكتور كتب له على كميه تحاليل انا كنت عاملاها برضو قريب، وكنت كاشفه قريب برضو، بس برضو نفس الوضع ونفس الحال. قال تعيد لي التحاليل تاني وتجيلي تاني، مع ان انا ما كشفتش، ابو محمد قال له، فهو كتب له التحاليل. فباذن واحد احد النهارده ان شاء الله هنزل اعمل تحاليل، ويوسف هيعمل برضو علشان يشوف نسبه الترسيب اللي عنده، علشان رجليه بتوجعه. فانا قلت له على فكره برضو ده هيتلاقي عندك نسبه صديد بتترسب، وبيجيلك نسبه ترسيب عاليه، وهتاخد حقنه طويله المفعول، ودي صعبه جدا جدا، لان انا كنت باخدها وانا في وانا في ثالثه ابتدائي لحد ما دخلت ثانوي فني. بس بعد كده الحقنه دي صعبه جدا وتقيله، فكنت باخدها كانت بتوقف لي رجلي. فانا حاسه بيوسف، فهو زعلان علشانه، والله العظيم زعلان علشانه. فهنعمل ايه؟ طبعا منع عنه الاندومي والشيبسي واي حاجه فيها مواد حافظه. وبالرغم من قبل ما يروح للدكتور احنا كنا بنزعق له، وبابا بيزعق له والله العظيم ان هو بياخد الحاجات دي. بس انتوا عارفين الاطفال يعني، هو ما عادش طفل، ده هو بقى شاب وزي العسل، رايح اولى ثانوي ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه يعني. فباذن واحد احد اروح برضو اعمل تحاليل انا كمان، واشوف الوضع ايه، لان اشوفه ما فيش حاجه تستاهل ان انت صحتك تضيع علشانها، ما فيش حاجه تستاهل ان انت تاهملي في نفسك علشانها. وانت لو اهملت في صحتك والكلام ده، على فكره شفت اللي بيقول لك باب النجار مخلع، انا نفس القصه. انا بقعد انصح وانا عايزه حد ينصحني بجد والله. فباذن الله يعني باذن الله هنزل النهارده ان شاء الله اعمل تحاليل، وربنا ييسر وربنا يستر، وتكون الحاجه بسيطه يعني، لان طالب تحليل انزيمات كبد وصوره دم وايه وايه، ويتعمل يعني ولا يجي 10 تحليلات يعني. فان شاء الله باذن الله يعني باذن واحد احد ربنا ييسر وربنا يستر. هنا بقى ايه زي ما قلت لكم اهوت، انه رجعنا كل حاجه زي ما كانها. ويوسف الله يبارك له برضو مسح بالفتاله تحت الكنبه اللي هي في الوش دي. وانا مسكت بقى بالمكنسه كده، من ساعه ما صلحنا المكنسه كان الموتور بتاعها محروق، وصلحناه ونفضنا الكيسه بتاعها. بتيجي تشفط بقى بسم الله ما شاء الله، بتبقى جامده جدا جدا جدا، بتحس ان هي بتشفط معاكي السجاده وانتي وانت بتعملي تمام. فالله المستعان يا حبايب قلبي. طبعا النهارده انا اللي بصور يا جماعه الخير، حاطه بتاع الستاند، فلو التصوير عجبكم قولوا لي عجبكم، ما عجبكوش قولوا لي يا زاهيه خلي يوسف اللي يصور. هنا بقى زي ما انتم شايفين برضو قلت امسح الترابيزه والمعها وارجع كل حاجه زي ما هي ونظبط الدنيا. حط لايك للفيديو حبيبه قلبي، حط لايك للفيديو، ولو التسجيل بتاع الصوت بيعجبكم قولوا لي. طبعا هتقولي طب انت ما حكيتيش ليه انت الصوت بتسجلي صوت؟ عشان الفتره بقول لكم اللي انا تعبانه فيها، وانا بصور ببقى هبطانه يعني، ما بيبقاش عندي طاقه ان انا قادره اتكلم، وكمان الصوت بيبقى مش واضح، وكمان ببقى هبطانه جدا. وبحس ابو محمد يقول لي احيانا انت بتتكلمي واحيانا صوتك بيبقى واطي، ويوسف احيانا هو بسجل بصور يقول لي يا ماما علوا صوتك شويه. فقلت لا، الفتره اللي انا فيها بس حاسه ان انا مرهقه، وحاسه ان انا تعبانه شويه والكلام ده، فقلت اسجل صوت. وبرده زي ما انتم شايفين اهو برده ايه يتشد انتباهكم ليا شويه. النهارده كنا قلنا بقى ايه، ناخد الصالون ده فحت وردم من فوق لتحت لحد ما نخليه فله. نخليه فل يا جماعة الخير. النظافة من الإيمان، والست الجدعة اللي تقدر تدبر وتوفر وتنظف وتخلي بالها من رزقها ورزق عيالها، وتخلي بالها من حاجتها. وكمان هنا قلت له خد بقى يوسف، شايفين بقى هرجع بقى ايه الكرسي ده مكانه كده ونظبط الدنيا. ويوسف بقى الله يبارك له مسك المكنسة. ايه رأيكم بقى يا ولاد؟ والله العظيم حسيت هنا بقى يوسف بيمسح ايه بقى، بيمسح بالفتالة المدخل اللي هو داخل على الصالة، والمدخل اللي هو داخل على باب البلكونة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب استغفرك ربي واتوب اليك. هو مشكله الصالون عندنا بصراحه، الصالون تحفه جدا. مشكله الصالون عندنا ان المكان فيه فتح كتير،
يعني المكان اللي فيه الصالون فيه فتح كتير، في باب الشقة وفي باب البلكونة وفيه الفتحة اللي بتدخلك على الصالة وبقية الشقة. فده مشكلة عندي، فبحتار فعلا فعلا في النظام بتاع الصالون، شوية ظبطه كده وشوية رجعه كده. فهو علشان الفتحات اللي عندي كتير فمش قادرة ان انا اظبطه التظبيطة اللي في دماغي. بس والله هو حلو زي الفل، وعاطي كده شياكة، وعاطي ذوق حلو وعاطي يعني أناقة في المكان، وعاطي حاجة حلوة، مع ان الركنة حلوة وجميلة برضو. بس انا حبيت بقى نغير، يبقى الصالون ويبقى معانا الركنه في الصاله، فتحس ان الاتنين مختلفين، فتحس ان في حاجه مختلفه. هنا انا بكنس بقيت بقى الباقي بتاع حبايب قلبي، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بس بكنس بقى بالمكنسه، ويوسف بقى مسك المدخل بقى بتاع الحته الباينه اللي هي في الصالون، مسكها مسحها بالفتاله وكده. كانت المشكله معايا المكنسه بتشفط، مانيش عارفه اسحب من المكنسه، جامده جدا 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 جدا. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله. هنا نيجي بقى حبايب قلبي بقى ايه. طبعا ديل القط اللي موجود ده انا كنت جايباه من الغيط على فكره، هو موجود موضه. موضه في الورد بتاع العرايس موضه يعني. فانا جبته من الغيط، مرة ما انا كنت في الغيط جبته من الغيط وحطيته في الفازه ديت، وحطيته قلت انا هحطها هنا فين على الترابيزه، مش هحطها فين على الترابيزه بتاعت الشاشه. فبقول لكم كده حلوه، لايك حطوا لايك بقى كده، مية 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 مية. هنمسك بقى همسك المكتبه بتاعت التلفزيون دي كلها، همسكها مسحها وامسح الشاشه بتاعتي، ويبقى النهارده تنبيع ونظافه، حاجه حاجه كده. مش لازم أنا هقول لك على حاجه برضو، مش لازم كل حاجة تبقى كتيرة، مش لازم تعملي الشقة كلها في يوم واحد، لا اعملي كل يوم حاجة، بحيث برضو انت بتعملي في نفس اليوم ده الغدا. لو عندك غدا بقى حبيبتي يما، الله يرحمك يا حبيبة قلبي، الله يرحمك ويرجع قرارك الجنة ويسامحك ويغفر لك يا حبيبة قلبي، يا رب يا رب يسامحك ويغفر لك يما، يا رب يسامحك ويغفر لك يا حبيبة قلبي. الفاتحة على روحها يا ولاد. بسم الله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارحم موتانا يا رب وموتى كل المسلمين. هنا بقى ايه زي ما انتوا شايفين بقى بمسح الواد يوسف، ما عرفش في ايده فتلة ايه، على طول جايبها في الكاميرا، شكله كده عاوز يتعض، عايز اعضه عضه، اقل واحد في اخواته اتضرب بصراحه الواد يوسف. هنا انا بمسح الشاشه زي ما انتوا شايفين، وهمسح المكتبه واخلي الشقه دي زي الفل كده، واحده واحده. وبنشطكم يا جماعه، الناس اللي كانت عايزه روتينات قبل رمضان بعمل لكم الروتينات اهي يا جماعه الخير. هو يعني اللي هيجي في رمضان يا جماعه، لان الناس بتقول لك رمضان رمضان رمضان، معلش يعني هو رمضان الناس بتخزن لرمضان، الناس بتنظف لرمضان، هو احساس حلو. بس صدقيني هو مش لازما مناسبه علشان ان انت تعملي وتنظفي، بالعكس طول السنه كل ايام ربنا حلوه، وكل ايام ربنا خير، وكل ايام ربنا يعني حاجه كويسه. وطول ما انت عايشه وكل يوم بيعدي عليك وانت بخير وبسلامه، ولادك بخير وبسلامه، اكيد عيد وايام مفترجه وايام حلوه. التقوى والايمان والقرب من رب العباد مش في رمضان بس، لا في كل الايام، لانها كلها ايام ربنا، كلها ايام ربنا. هنا بقى ايه مسكت زي ما انتم شايفين المكتبه مسحتها، وعلى فكره المكتبه الكبيره دي برضو كمان مسحتها وخليتها زي الفل، وارجع بقى ارجع كل حاجه مكانها. حط لايك بقى يا قمر للفيديو، وهتقومي تتنشطي مع زي، هتتنشطي يعني هتتنشطي، هتشتغلي يعني هتشتغلي، هتشوفي اللي وراكي يعني هتشوفي اللي وراكي. ايه رأيك بقى؟ اهو مع زي يا داود لا يمكن تغمض عينيك، اوعي تغيري المحطة ولا تروحي في اي حتة. اه والله العظيم خليكي في مطبخ زي دول. عندنا شغل مش كلام وحوارات وافلام، لا عندنا شغل. الحاجه اللي انت تستفيدي منها، الحاجه اللي انت تتنشطي، تقومي تشوفي شغلك، تقومي تشوفي بيتك، تقومي تشوفي ولادك، تقومي تشوفي حياتك، ومش تقعدي تسمعي قلنا وقال وتاخدي ذنوب على الفاضي، لا. هنا القعده بتاعت ال اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. واحده منها والله وقعت اتكسرت. يا ناس يا شر كفايه قر، يا ناس يا شر كفايه قر، سيبونا 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 سيبونا، ده انا هغني لكم سيبونا يا جدعان،
سيبونا يا جدعان، العينين يعني ما شاء الله مرشقه في كل حته يا جدعان، سيبونا ما عدناش لايحين نقوم نشوف شغلنا يا جدعان. هرجع اغيرها، حاسه ان هي مش مظبوطه كده فهرجع اغيرها. غيرتها فعلا، جبت اللي حطيت الصوره بتاعت امي جنب الزرعه، وجبت الفازه الصغيره قدامها. هنا همسك بقى اطوق برضو الحته دي بالفتاله واخليها زي الفل واخليها زي العسل. يا سلام يا سلام على النظافه يا ولاد، يا النظافه من الايمان، النظافه من الايمان. مش قاعده على المصاطب ولكلكه نسوان. النظافة من الإيمان، النظافة من الإيمان. ولا قاعدة على المصاطب ولكلكة نسوان. والله العظيم أصل أنا بحس إن القنوات اللي بتقعد تتكلم ده بحس إن هي نسوان فاضية وقاعدة على المصاطب تجيب في سيرة الناس. ربنا يكفينا شركم، ربنا يكفينا شركم، ربنا يكفينا شركم، ربنا يكفينا شركم، ربنا يكفينا شركم. يا رب املى بيتي بالحب والخير والأمن والأمان. يا رب ارزقني الرزق الطيب الحلال. يا رب عنا وقويني وارزقني برزق أولادي. يا رب خلي لي أولادي واحفظهم لي من كل شر وبارك لي فيهم، وابعد عنهم العيون، وابعد عنهم الحاسدين والحاقدين والفاسدين، وابعد عنهم ولاد الحرام، واجعل لهم في كل خطوة سلامة، وفي كل طريق رفيق، وفي كل خطوة محبة ورضا، ويحبب فيهم العبد والرب والحصى في الأرض، وكل ولاد المستمعين يا حبايب قلبي. كده خلصت، وكمان كنت منظفه كمان الصاله، قلت مش مهم الصاله معاكم، نظفتها كمان وكنستها وخليتها زي الفل. كده البيت بتاعي يبقى زي العسل وزي الهنا. مش لازم تكسري على نفسك وكل حاجه تبقى عليكي في يوم واحد. لا يا حبيبه قلبي، يوم اعملي حاجة ويوم اعملي حاجة، صدقيني هتحسي براحة، وكمان ما تضغطش على نفسك الشغل، وكمان بيتك هيبقى نظيف، وكمان بيتك هيبقى زي العسل. هنا بقى يوسف قال لا ولع بخور، قلت له ولع بخور يا قلب امك، بخار يا خلا نظيمك، فينا شر عيون الحاسدين يا رب والحاقدين. اشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو والكومنتات بتاعتكم اللي بتسعدنا. يا رب يعيننا وقوينا على رزقنا ورزق اولادنا، وابعد عننا اللي بيتمنى لنا كل الشر، وقرب لينا كل اللي بيحبونا يا حبايب قلبي. هنا ببخر البيت بقى والشمس داخله البيت. الله 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 الله، ريحه النظافه، ريحه النظافه كده. وانت عايش انت عايش انت عايش انت عايش. اشوفكم على خير يا احلى واحب متابعين في الدنيا. ما تنسوش اللايك، ما تنسوش المتابعه، ما تنسوش الكلمة الحلوة، ما تنسوش جبر الخاطر. ربنا يكبر خواطركم ويخليكم ليا وما تحرمش منكم يا أجمل إخوات. انتوا إخواتي وسندي وظهري ومحبيني وأحلى ناس في الدنيا. وبقول لكم برضو بشكر كل قناة بتقول كلمة حق، بتنصف، ما بتظلمش، سواء ليا سواء لغيري. الله يا رب كل اللي بتقولوا يجعله في ميزان حسناتكم، حلو وشر وحش حلو، كل واحد بيتعلق من عرقوبه. اشوفكم على خير. كده خلصت يومي، كده خلصت روتيني. قولوا لي رايكم بقى في التعليقات في الروتين بتاعي النهارده وفي الانتعاش بتاعي النهارده. هنا كنت بعلي بقى على صورة البقرة. ربنا يكفينا شر عيون الناس والحاقدين والحاسدين يا حبايب قلبي، واهدي لكم الحال واهدلنا الحال يا رب، احنا كمان يا رب. يوسف قال لي لا هاتها يا ماما. دخلها فين؟ دخلها في الصالون. انا ليا بركه للواد يوسف، يا لهوي. يلا حبايب قلبي، السلام عليكم.